السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو ده هنعمل أحلى وأهش وألذ كيك برتقال، والطعم فيها طعم البرتقال ظاهر جدا وقوي جدا. تعالوا نشوف عملنا الكيك اللذيذ ده ازاي. أولا كده جبت قشر البرتقال، بحاول أقشر القشرة الأورانج اللي بره بس، يعني ما باخدش معاها القشرة البيضة. خدت كده كمية منه، حطيته في الكبة بتاعتي أو في المطحنة بتاعت التوابل، وحطيت عليها معلقة من السكر. معلقة السكر مهمة جدا، هتضمن لي ان البرتقال او قشر البرتقال هيتفرم كويس قوي لغاية ما يطلع زيوت كده منه. انا عايزة الزيوت دي هي اللي هتديني نكهة تحفة. نزلت عليها بكوباية من اللبن السخن، ولازم يكون اللبن سخن عشان يطلع كل الروائح والزيوت الجميلة اللي في القشرة. هفضل اقلب فيه كده وهسيبه على جنب يهدى شوية او يفقد حرارة شوية. بعد كده هجهز القالب بتاعي اللي هخبز فيه الكيكة. حطيت فيه كده معلقة صغيرة من زيت الذرة، وحطيت عليه ورق زبدة، وهثبت ورقة الزبدة بمسحة زيت كده. بعد كده جهزت عندي كوباية ونص من السكر، عليها معلقة من البيكنج باودر تقريبا، مش باكو كامل يعني، ورشة من الملح، وقلبت كويس المكونات دي. بعد ما قلبتها نشوف بقى ايه، اللبن بتاعي هدى شوية وبرد شوية، بس هو لسه دافي يعني. عشان اكمل تبريده هنزل عليه بكمية من الزيت، حوالي نص كوباية من زيت عباد الشمس. كده هو تقريبا هدى شوية. هجيب بقى الخلاط بتاعي، احط فيه كمية الحليب على قشر البرتقال على الزيت، وهنزل عليهم ب3/4 كوباية من السكر بنفس الكوباية. وبعد كده هنزل عليهم ب3 بيضات عادي، لو جايباهم من التلاجة مش مشكلة، احنا مش مستعملين زبدة ولا حاجة، ده زيت يعني. وظرف واحد من الفانيليا، ممكن تستغني عن الفانيليا لان نكهة قشر البرتقال خطيرة بصراحة، هتضيع اي زفارة. نجهز بقى معايا كده برتقانتين قطعتهم، وبعد كده فردتهم كده في الصينية زي ما احنا شايفين، هرصهم بالطريقة دي. بعد كده الخليط خلص بقى اللي في الخلاط، ضربته كويس جدا وضمنت ان السكر داب تماما. نزلت بيه على الدقيق تقليبة واحدة كده لغاية ما الدقيق اختفى، وهتدخل فرن حرارته 180 حوالي نص ساعة. وبرضو بعد نص ساعة ابدأي شوفيها كده واختبريها. اتبقى مقدار من الخليط حطيته في وحدتين من ورق الكب كيك، وخبزته طبعا وطلع بسرعة قبل قالب الكيك لانه صغير. هش جدا وجميل، ونكهة البرتقال واضحة جدا 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 فيه. بصراحة دي اروع واحسن طريقة عملتها لكيك البرتقال، بجد جربوها مش هتندموا ابدا. تقدري تستغني عن الحليب اللي حطيناه في البداية بكوباية من عصير البرتقال، بس يعني انا مش بسخن عصير البرتقال على النار، ففكرة الحليب ان احنا نحطه على قشر البرتقال وهو سخن فعلا بيطلع كل السوائل وكل العصارة والريحة الحلوة من القشرة. طلعت معايا اهي قالب الكيك. القالب طبعا نضيف علشان انا حاطة ورق زبدة. اشيل بقى ورق الزبدة بتاعي، شوفوا بقى ارتفاع الكيكة جميل ازاي. طريقة سهلة جدا، ما استعملناش مضرب ولا اي حاجة، كله في الخلاط. ونقطعها بقى ونقدمها، بجد لذيذة جدا، لونها جميل وطعمها تحفة، وطعم البرتقال فيها واضح جدا، ولذيذة وهشة جدا جدا. جربوها بجد، انا متأكدة انها هتعجبكم. قدميها بقى جنب الشاي وهتعجبك وهتعجب ولادك جدا. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تسيبولي لايك وتقولولي رأيكم في الكومنتات، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.